من زمن بعيد جدا كان موجود شياطين ووحوش خطيرة جدا، حتى ان الاسلحة النارية مش بتأثر فيها، وده اللي خلى البشرية على وشك انها تنقرض. لحد ومن هنا الناس بدأت تدعو الابطال عشان ينقذوهم، ومن الوقت ده ظهر الابطال. ومن هنا بقى ظهروا الابطال اللي كانوا بيقاتلوا الشياطين واللي بيطلق عليهم إيداتين، وهذول بقى اللي ظهروا فجأة بدون سابق انذار وهدفهم يخلصوا على الشياطين دي. وبنشوف واحد من الإيداتين وهو بيخلص على الشيطان بضربة واحدة وبكل سهولة، وبعد كده بيختموا. والاحداث اللي حصلت دي كانت من اكتر من 800 سنة. وفي بنت اسمها رين بتقول لجدها وهي بتعيط: انتوا ليه لازم تضحوا بنفسكم؟ جدها رد عليها وقال لها: دي انسب واحسن طريقة عشان نضمن فعالية الختم يا رين. احنا هنسافر للطرف التاني اللي فيه الارواح وهنبقى جزء منها. وفي شخص تاني بيقول للرين: رين انت لسه صغيرة ولازم تعيش عشان تراقب الختم، وبرضه لازم تشارك قوتك مع الابطال اللي لسه متولدوش لحد دلوقتي. وفي واحد تاني بيقول لها: مهمتك هي ان انت لو اي حاجة حصلت للختم تعالجيها فورا. وساعتها التلاتة بيختفوا، وبعدها رين بتزعل جدا على فراق جدها وفراق صحابها. وتمر الايام وبيكون في اتنين ماشيين عادي بس بيحسوا بحاجة عدت جنبهم، وبنشوف رين وهي بتجري مع واحد اسمه اياتو، وبيقول لها: هو مش احنا لسه معديين على اتنين بشريين دلوقتي؟ قالت له: اكيد مش هيشوفونا بسبب سرعتنا، ولكن انت لازم تجري بسرعة اكبر من كده. فبيقول في سر عجوز عبيطة في جسد طفلة، فحرفيا بتيجي وبتكون على وشك انها تقتله. ووقتها بتطلع رين لمكان الختم، وهايتو بيطلع وراها وبتقول له: 9 ساعات عشان نلف الكرة الارضية، مش ملاحظ ان انت بقيت تتكاسل؟ امال لو عرفت بقى ان انا بنام 18 ساعة في اليوم هتعمل ايه؟ فبيزعلها وبيقول لها: انت مش فاكرة انت ضربتيني ازاي يا عجوزة يا متخلفة انت؟ فبياخد نفس العلقة حرفيا. هايتو بيسألها: هو ايه لازم التدريب كل يوم كده؟ قالت له: من زمن بعيد جدا ظهروا وحوش على الارض واستدعينا عشان نتخلص منهم. فبيسألها: الوحوش وعرفناها، طب وايه لازمة السرعة؟ انا مولود من 80 سنة وسمعت نفس القصة، بس بالنسبة للسرعة ما فهمتش حاجة عنها. ردت عليه وقالت له: احنا استخدمنا سرعتنا في القتال لحد ما ختمنا الشياطين. سألها: الشياطين دي اتختمت من امتى يا رين؟ ردت عليه: اتختمت من 800 سنة تقريبا. قال لها: 800 سنة ده زمن بعيد جدا وممل، انا هروح اتسلى دلوقتي. ورين فعلا بتكون حاسة بالملل في ال 800 سنة اللي فاتوا دول. اما بالنسبة لهايتو فبيروح لواحد اسمه يسلي، هو بيقول له: مش هتبطل تقرأ كتب البشريين دي؟ فيسلي بيرد عليه وبيقول له: انا متأكد ان لو اتدربت معاكم انا هموت. وبعد كده بيكلمه بجدية وبيقول له: العالم في سلام دلوقتي، فعادي ان يكون في دثن شكل كده. فهايتو قال له: انا ما عنديش مانع وماليش دعوة اصلا، بس يلا دلوقتي نروح نقابل بولا. هو بيوصلوا لها في ثواني. فهايتو بيسأل بولا وبيقول لها: الطيور ما قالتلكيش اي اخبار جديدة؟ ردت عليه وقالت له: قالوا لي ان في بشر عند التلج ومعهم طيور كبيرة وبيكون قصدها على شوية طيارات يعني. هايتو بيسألها: والبشر بيعملوا ايه هناك؟ ردت عليه وقالت له: معرفش، دي بس الاخبار اللي وصلتني من هناك. يسأل قال لهم: ممكن تكون عملية نقل لعسكري الامبراطورية زوبل. فهايتو بيقول له: زوبل البلد الصناعية المسلحة، يا ترى بيعملوا ايه هناك؟ اقول لكم من غير ما نسأل ولا نتكلم كتير، احنا هنروح نشوف احسن. ولما بيوصلوا بيكون الامن مشدد هناك وهايتو ما بيعرفش يقرب. فيسأل بيقول لبولا: روح انت وحط الجهاز ده هناك وانت ماشية. وبتروح فعلا، وبيكون في حارس بيكلم دكتور اسمه الدكتور اوبامي، والدكتور بيقول له: عملية الإذابة قربت تكمل، إذابة التلج اللي كان على واحد من الشياطين اللي كانوا على وشك انهم يدمروا العالم من 800 سنة. شوية بس وهيرجع يدمر العالم من تاني. وبيكون الدكتور عارف عن الابطال والشياطين، مع ان مفيش اي بشري المفروض يكون عارف حاجة عن الموضوع ده. بس هايتو بيقول مع نفسه: يمكن عاش لمدة 800 سنة، ولكن مفيش بشر يقدر يعمل كده. فيس اللي بيفكر مع نفسه بيقول: هل هو الشيطان وبيحاول يرجع العرق الشيطاني من تاني؟ والشيطان بيفوق وهما بيتكلموا، واول ما بيقوم بدا يهيج عليهم، وده بسبب ان هو بيلاحظ بولا. بس هايتو ويسلي بيجوا ينقذوه على طول، والدكتور بيكون شايفهم. والظباط لما بيصحى بيشوف هايتو قدامه وبيسالوه: انت مين؟ هايتو قال له: مالكش دعوه. راح الظابط ضرب عليه، ولكن هايتو ما بيتاثرش، فبيمسك فيه، واول ما بيمسكه الوحش بيطاير راس الظابط، وهايتو بيطير بعيد عنه. يسلي بيهجم عليه ولكن بدون اي فايده، والشيطان حرفيا بيشيل قلبه. بتيجي بولا هي كمان وبتهجم عليه ولكن بيطيرها في ثواني. ولما بيكون خلاص هيخلص على بولا، يسلي بيقوم ينقذها وبيستخبوا. الدكتور بيتصدم، حتى بولا بتتصدم وبتساله: هو انت مش هتموت؟ يسلي قال لها: لا، وهتفهم الكلام ده لما قلبك تشال في يوم من الايام. بس بيقول لبولا: خلينا نركز على حاجتين، الاولى هي ان الوحش قوي ولكن مش سريع، اما تاني حاجه وهي ان الدكتور ما يعرفش حاجات كتير عننا. اما بقى الحاجه التالتة والاخيره وهو مع
مع ان الوحش قوي جدا، بس هاياتو فضل يتدرب مع رين لمدة 80 سنة، فالمفروض ما يواجهش اي صعوبة قدام الوحش ده. وبنشوف هاياتو وهو قايم عشان يهزمه وبيكون متعصب جدا، هو بينزل في ضرب يمين وشمال لحد ما بيخترق جسمه حرفيا، والشيطان بيكون خلاص مات. فايس اللي بيفكر وبيقول معنى ان هو مات في حاجه زي كده فمعناه ان هو اقرب للكائنات الحيه مننا احنا الايدتين. والدكتور بياخد طياره وبيطير بيها، ودي بتكون سريعه جدا، بس هاياتو بيروح يوقعها له. ونرجع تاني ليسلي وبولا، بس يسلي بيختفي، هو بيكون بيكلم حد وبيقول له في جثه ميته تعالوا بقى خدوها، وهي مكان ما لقيناها اول مره، وبيكون واخد الشيطان ومخبيه، هو يقول لهم لازم ما نخليه الزبل تاخدها. نرجع تاني لهاياتو واللي بيمسك الدكتور وبيكتشف ان هو روبوت، وفي اللحظة دي الدكتور بيدمر نفسه. وبعد الحادثة دي يسلي بيكون بيتكلم مع بولا وبيقول لها ان هما لازم يتدربوا مع رين وهاياتو، بس بولا ما بتكونش عارفة رين قوي، فيسلي بيقول لها انها الكائن الحي الاقوى حاليا، وخصوصا انها واحدة من الناجين من المعركة اللي كانت من 800 سنة، فالحل الانسب عشان تقريبا ما يموتوش انهم يتدربوا معاها، وخصوصا بعد اللي عرفوه من هاياتو وان الدكتور كان روبوت اصلا، وان الوحش ده كان اضعف وحش من الوحوش اللي كانت موجودة، ما بالك بقى بالاقوى هيعملوا فينا ايه. بولا بتقول له انا فاهمه ان احنا بنتدرب بس ليه ما نموتش تقريبا، قال لها لاننا ممكن نموت على ايد رين. وبنشوف هاياتو وهو بيتدرب مع رين وهم بيشوفوه وهو بيتفشخ حرفيا. بولا بتقول لي يسلي مش الاحسن انك تروح تتعلم من برونتيا، لان اللي بيحصل هنا ده مش تدريب، ده اسمه تعذيب، بس رين بتشوفهم وبتروح لهم. بولا بتترعب وبتخاف ويسلي خلاص رحمه الله. رين بتقول له يا يسلي ليك وحش 50 سنه مختفي عني، فيسلي عشان ينجد نفسه من الموضوع راح قال لها بشكل مباشر ان هو عاوز يتدرب معاها، وقال لها انا عاوز اتدرب معاكي عشان ابقى اقوى وعاوز ارجع التدريب من تاني. وهنا رين حست ان ياسلي عامل زي ابنها الصغير وهو بيطلب منها حاجه بشكل مباشر، فبتوافق على طول وبتساله عن بولا وبتقول له مين اللي استخرجها هو ولا هايت، بس بولا قالت لها برونتيا هو اللي استخرجني. وعشان نفهم يعني ايه استخراج، فالايدتين دول بيستخرجوا من مكان زي الصدب عن طريق ايدتين تانيين، وده اللي بيخلي رين وهايتو يلفوا العالم كل يوم على امل انهم يلاقوا ايدتين جداد عشان ينضموا ليهم. نرجع تاني ورين بتقول لها انت بترجعني بالزمن، برونتيا ده كان واحد من افضل طلابي، فضلت ادربه تقريبا لمده 200 سنه عشان يبقى قوي، وبصراحه هو الوحيد اللي متاكده ان هو يعرف يقاتل لوحده. رين بتسالها انت جيت هنا عشان تتدربي مش كده؟ قالت لها ايوه انا كنت بفكر في التدريب. ردت عليها وانا موافقه، يلا بقى وريني اللي عندك وتعالي واجهيني. وهنا بولا بتندم على اليوم اللي جت فيه او فكرت انها تتدرب فيه، فبتقول مع نفسها ده مجرد تدريب ومش لازم اتغابى، بس رين ما بتسميش عليها وبتروح تكسرها وتكسر عظمها واعضائها الحيويه وتطيرها، وبتقول لها امال برونتي يعلمك ايه؟ فيسلي بيتريق وبيقول علمها كل حاجه الا القتال، فبتقول له يلا عشان دورك، وبيحصل بولا هو كمان. هما بيكونوش قادرين يتكلموا ولا يتحركوا، وهايتو بيقوم من البركه اللي كان منمي فيها وبيشوفهم هم واقعين على الارض وبيقول لهم انتوا شكلكم ناويين تتدربوا ولا ايه؟ رين بتقول له يلا عشان نتبرز، وبتقول لي يسلي واجهز انت عشان دورك بعد ساعتين. ويسلي بيندم على اليوم اللي قرر يرجع فيه. ومن ناحيه تانيه بتكون شيك هايدة جيش بتقول للجنود اللي معاه احنا مش رايحين نستكشف ولا نرجع ارض، بكل بساطه احنا رايحين نستولي ونغزو الارض دي. وبتقول للجنود احنا رايحين نعمل ايه؟ فبيردوا بيقولوا لها نغزو ونحتل ونسرق. الله الله عليك، وهي دي الاخلاق يا بلاش. وهي بتفضل تحمسهم وبتقول لهم رايحين تغزوا ايه؟ وبيرد عليها بيقول لها الارض. طب ورايحين تسرقوا ايه؟ فبيقولوا لها ثرواتهم. طب ورايحين تغتنموا ايه؟ بيقول لها بناتهم واراضيهم. فبتقول لهم الارض والفلوس لزوبل، اما الباقي دي حكيتكم انتوا. وبيبداوا الهجوم، وفي واحد بيروح للقايده دي وبيقول لها في تقرير جاي ان احنا لازم نرجع، بس في معركه مهمه زي دي اعتقد ان الموضوع صعب. قالت له لا صعب ولا حاجه، انا الوحيده اللي هرجع، مش ده امر من الدكتور برضه؟ وبيترمي عليها قنبله بس بتقدر انها تحمي نفسها بدبابه حرفيا، والقايده بيسكال دي بترجع ترميها عليهم من تاني وبتقول لهم جهزوني طائره نفاثه حالا وانا هسيب لكم الحاجه وخدوا المكان كله باللي فيه. نرجع بقى للعيال تاني اللي كل شويه بيتعذبوا. وبعد ما هايتو خلص تدريبه بيقول لي يسأل بولا يلا نروح نخرج شويه، بقيتوا بتقدروا تتحركوا ولا لسه؟ بولا بتقول لي يسأل انت متاكد ان ده تدريب مش تعذيب؟ فبيرد عليها وبيقول لها لا انا سالت نفس السؤال زيك من فتره بس هو تدريب عادي يعني. يسأل بيقول له هايتو احنا ليه ما نتدربش على رفع الاوزان مع اني عارف انها مش هتنفع؟ استنى اما اشرح لك. بس هايتو بيمشي بيقول له شرحك ممل، ولكن بيقعد يشرح لبولا وملخص اللي قاله انهم لا بيحتاجوا اكل ولا شرب ولا اكسجين عشان يعيشوا، وقوتهم كبيره جدا عن البشر العاديين. وبكل بساطه التدريب اللي ممكن يدينا قوه هو ان فعليا جسمنا يفضل يتكسر ويطور، ومع كل مره عظمنا واعضائنا بتتكسر فيها بنتطور عن المره اللي قبلها. بولا بتساله التدريب بياخد قد ايه عشان الواحد يكون قوي؟ فبيقول لها ممكن
ممكن يعني من 50 ل 100 سنة وهي بتتصدم حرفيا. نرجع تاني لهايتو وبيكتشف حاجة على هدوم رين وبيسألها ايه ده، وبيكون عبارة عن جهاز صغير. بتقوله معرفش ومش عاوز اعرف وبتكسره. وانا استكمل كلام يسلي وبيقول لبولا فاكرة لما قلتلك ان احنا بنظهر بناء على رغبات الناس والبشر، ونسيت اقولك برضو ان احنا بننشأ بسبب الرغبة في الخلاص. يعني اصلا البشر بيتخطوا دولة قصاد دولة بدون سبب، فعشان كده بسبب رغبتهم في الخلاص بنظهر احنا. فبيسألها سؤال وبيقول لها لو انت في قوة رين وظهر قدامك الشيطان هتعملي ايه؟ الشيطان ده ما ظهر لكيش انت، لا ده ظهر عند البشر بس انت عند البشر. فقالت له اواجهه وهتخلص منه. بيسألها عن سبب انها ممكن تواجه شيطان عشان شوية بشر، مع انها في العادي ممكن ما تهتمش بوجودهم. فبتقول له احس برغبة ان اتخلص منه عشان الملل اللي احس بيه. فبيقول لها لا، عشان هتحس برغبة في السلام. بيسكلات لما بترجع بتقابل واحدة اسمها نيكل وبتكون قوية زيها لدرجة انها بتنط في مكان عالي ومش بتتأثر. المهم بيوصلوا المكان الاجتماع وبيكون في ناس كتير ضمنهم الامبراطور والامبراطورة، واللي جمعهم مع بعض هنا هو الدكتور. بس بيكون في واحد بيتنصت عليهم، فنيكل ايدها بتتحول ليد شيطان وبتخلص عليه. والامبراطورة بتقول للدكتور يلا نبدأ الاجتماع يا شيطان يا عظيم، يا اللي اديتنا اجسام وعقل بشريين. وبنشوف ذكرى رين وهي صغيرة وهي كانت بتجري من الشياطين وكانت خايفة منهم، وكانت قاعدة بتنادي على جدها عشان يحميها، فجدها بيظهر وبيخلص عليهم وهي بتكون قاعدة بتعيط. فبيقول لها انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ الشياطين كلهم مشوا. قالت له انا بعيط عشان انا ضعيفة وانتوا بتضطروا تحموني. رد عليها وقال لها مش مشكلة ان احنا نحميكي دلوقتي يا رين لحد ما تكتسب الخبرة، وخليكي فاكرة ان احنا بنحميكي دلوقتي بس في يوم من الايام هيجي الجيل الجديد اللي لازم انت تحميه وتدربيه. نرجع تاني للحاضر في اجتماع للدكتور وهو بيوريهم فيديو عن الايديتنج، وان الاطفال دول هم اللي قدروا يهزموا الشيطان، وبيقول لهم هو ده الخطر اللي بنتعامل معاه. بيسكيلات بتقول له احنا لازم ناخد حذرنا منهم عشان دول طلعوا اقوياء فعلا. بس في عيل صغير قال لها وانت قلقانه ليه من دول؟ انت عارفه ان انا ممكن اهزمهم لوحدي. والواد ده بيكون اسمه كوري، بس في واحد بيتفق معاه وبيقول لي ان ممكن اي حد فيهم يهزمهم لوحده. وفي واحد اسمه نيبت بيقول لهم احنا مستخبين في حياتنا البشريه عشان شويه المعاتيه دول، احنا لازم ندمر العالم دلوقتي. نيكل بتقول له اسكت بس عشان ما اقتلكش. فالدكتور بيقول لهم طب خلينا نشوف حاجه دلوقتي، وبيقول لهم مين يقدر يهزم الاثنين دول. كلهم بيرفعوا ايديهم وبعدها بيسالهم طب مين يقدر يهزم الطفل ده لوحده؟ والطفل ده هو هايتو. فكله بيرفع ايده وبيقول لهم نفترض ان في كتير من هايتو مع القائد بتاعهم وهو اكيد قوته اكبر منه بكتير، مين يقدر يهزمهم؟ فنيكل وبراند بيرفعوا ايدهم وبيقول لهم انتوا انسب اتنين الموضوع ده. فبيسالهم عن عدد البشر والشياطين اللي عندهم. واحد بيقول له عندنا 364 شيطان، ده غير الجيش البشري اللي عدده 80 مليون، وعدد السكان عموما هو 220 مليون. وهنا بيواجهوا مشكله ان عدد الشياطين قليل، بس الدكتور بيقول لهم ان هو مش مهتم بالموضوع ده وان هو زرع جهاز تعقب في هايتو. بس يس اللي بيكون شاف جهاز التعقب ده على هايتو لما مشي وشالوا منه. والدكتور برضه بيقول ان هو زرع جهاز في القاده بتاعتهم، والجهاز ده اللي رين كسرته. ويس اللي بيقول هم اكيد هيبعتوا حد قوي هنا، وطبعا رين مش هتبعد عن الختم، فعشان يعدوا من المكان ده لازم يواجهوا رين الاول. ورين بتجيلهم عشان ميعاد التدريب. نرجع تاني للدكتور وبيقول لي نيكل انت اللي هتواجهيها. وعند التدريب بيكونوا هم الثلاثه قاعدين بيحاولوا يضربوه بس ما بيعرفوش، لحد ما بيعملوا خطة عشان في الاخر يقدروا يضربوا رين. وهايتو بيقدر يضربها بس الضربه مش بتاثر فيها. فرين بتقول له دي اول ضربه تجيلي من 200 سنه اهي. وهو بيرميهم بس هايتو بيشوف طياره وحد نازل منها، والحد ده هي نيكل. ولما بتنزل بتقول لهم ايه ده انتوا 4؟ بس بولا اول ما بتشوفها بتترعب وبتبعد، وبتحس انها مش بشريه عاديه لا، وانها شيطانه بجسد بني ادم. ولكن مش هي شيطانه، دي شيطانه كبيره جدا. هايتو بيروح لها وبيقول لها ايه اللي البشريه بتعمله عندنا؟ ولكن دي ما بتسميش عليه وده اخترق جسمه حرفيا. وهي بتقول له انا نسيت انك مش بتموت بالحركه دي، بس هجرب كام حاجه واشوف الوقت اللي هياخده قد ايه. هايتو بيفضل يحاول يضربها بس مش بيعرف، وتخترق احشائه وبتقول له مش هتعرف تهزمني مهما حاولت. ولكن رين بتيجي وبتضربها. هايتو قال لها سيبيها لي وما تتدخليش انت، بس دي بتضربه وبتقول لي يسالي خد هايتو وبولا واهربوا من هنا عشان دي شكلها مش بشريه عاديه. يسالي بيقول لها ايوه دي مش انسانه طبيعيه، دي شيطانه. فبتستغرب وبتفضل تدب فيها يمين وشمال لحد ما نيكل قطعت صوابعها، بس رين صوابعها بترجع في ثواني بتفضل تضرب فيها. يسالي وبولا بيقفوا في مكان قريب لرين. بولا بتقول له احنا ليه ما بعدناش اكتر من كده، احنا لازم نبعد. ولكن يسالي رد عليها وقال لها احنا لازم نكون في مكان قريب من رين. فبتساله ليه ما احنا ممكن نبعد ونكون في امان. رد عليها وقال لها احنا لو بعدنا هنكون في خطر حقيقي. وهو فعلا بيكون في واحد معاه مدفع شايفه وبيقول على يسالي ذكي لانه لو ضرب عليهم وهم في موقعهم هيقدروا يهربوا بسرعه. نرجع تاني للمعركه ونيكل بتخترق رقبه رين، بس رين مش بيحصل لها اي حاجه. رين بتسالها وبتقول لها انا عاوز اسالك سؤال، انت ايه بالظبط؟ قالت لا انا شيطانه قدامك اهو، ولا باين عليا ان انا بشريه؟ ردت عليها
كده باين عليكي بشريه، لاني من 800 سنه شفت جميع اشكال واحجام الشياطين بس ما شفت الشيطان على ايد بشر، ولا الشيطان بيقدر يتواصل مع حد. ويسأل بيكون سمع اللي بيقولوه، بيقول يعني في العادي الشيطان بيكون عامل زي اللي احنا واجهناه قبل كده، ده معناه ان الدكتور ادالهم اشكال وذكاء بشري. وبتكون نيكل قاعده بتعظم في الدكتور وبتقول لها هو زعيمنا وقائدنا وقائد الشياطين كلهم، ايه الشيطان الاعظم والاكبر اوفر مين. فريم بتستغرب وبتقول لها هو مين ده، انا عمري ما سمعت عنه. يسأل بيقول ده مش شيطان اصلا، اراين ان كان شيطان حتى. وهنا ريم بتخرج السيف من ايدها وبتقول لها بصي ما بحبش التفاصيل كتير، بس طالما انت شيطان يبقى انا لازم اقتلك واتخلص منك حالا. ونيكل بتكون مستغربه وخايفه ان ازاي رين قدرت تخرج سيف من ايديها. والقناص بيقول ان السيوف العاديه المصنوعه من قبل البشر مش بتاثر في نيكل، يبقى السيف ده اكيد خطير جدا. وبولا بتكون مستغربه ازاي رين قدرت تخرج السيف ده من ايد فيصل. لها هو مش انت بتقدري تخرجي هدومك في اي وقت؟ ولا بتقول له ايوه. فيصل بيقول لها ده نفس الموضوع، تقدري تستخرجي اي حاجه موجوده في راسك. المهم نيكل بتتحمس اكتر واكتر وبتقول لها وريني هتعملي ايه. وبتفكر مع نفسها انها ممكن تضحي بكام ايد من اللي عندها مقابل هزيمتها، وانها تستخدم كل قوتها عشان تقطعها وتخليها مش قادره تتجدد تاني. ولما بتهجم عليها حركتها بتتشل لما بتوصل لرين. فريم بتقول لها تقريبا انت وزعيمك المزيف ما تعرفوش عننا اي حاجه، احنا الايدتين. انا اصلا عمري ما شفت ايدتين بيموت او بيتهزم، وخصوصا على انه ايدتين متدرب تدريب كامل لوحده. وبتنده على يسري وبولا عشان يرجعوا وبتقول لهم خلاص كده الموضوع خلص تعالوا. ولما بيوصلوا يسري بيقول لرين هي دي تقنيه شل حركه مش كده؟ قالت له تقنيه شل الحركه كانت عند جدي بس انا ما اقدرش عليها. نيكل بتقول لها انت هتهزري معايا ولا ايه؟ امال انا ليه مش قادره احرك جسمي دلوقتي؟ ردت عليها قالت لها طبيعي عشان راسك مش متصله بجسمك اصلا. هتري ان رين قطعت راسها. نرجع فلاش باك لورا 800 سنه تقريبا ايام ما الختم اتفعل. رين كانت قاعده وخايفه جدا وعندها حاله من الهلوسه والخوف ان مفيش جد بيحميها وان ممكن الشياطين يرجعوا يظهروا في اي وقت. فمن ساعتها وفضل الخوف مسيطر عليها لمده 50 سنه. وبعد ما اتاكدت ان الشياطين مش موجوده خلاص بدات تتدرب وفضلت 350 سنه تدرب جسمها و200 سنه عشان تتخلص من مخاوفها. وبعدين برونتي اتولد واتدرب على ايد رين، والاول مره رين بدات تضحك من قرون. وهوب بنكون في العصر الحالي والقناص بيقول لبسكلت ان نيكل ماتت في ثواني حرفيا. بس رين بتجيله بتقول له انت بتحسب ان انا مش شايفاك، وبتخلص عليه. بسكلت بتكون مرعوبه وبتقول لبراندي ايه رايك هتروح انت ولا ايه؟ قالت لها اكيد لا، نيكل خسرت واكيد انا هخسر. ورين بتكون بتدور على شيطان تاني بس مش بتلاقي وايت وبيصحى وبيتعصب وبيقول لرين يلا نتدرب انا مش عاوز اتضرب من حد غيرك تاني. بس بتكسره رقبته وبتقول له لما تتجدد يبقى يحلها ربنا. وبتسال عن يسري بس بيكون مشي. وبيكلم المنشاه اللي خدت الشيطان وبيعملوا له تحليل وبعدها على طول بيتكلم برونتيا وبيقول له ليك وحش يا ابو عم والله فينك من زمان، على فكره انا ممكن اجي لك قريب او النهارده. وبعد كده في اجتماع الشياطين بسكلت بتقول لهم هنعمل ايه في الحاله دي؟ في شخص قوي بينهم ما كناش نعرف عنه اي حاجه، وخصوصا انها واضح انها ناجيه من الشياطين من قبل 800 سنه وعارفه حاجات كتير عننا. الدكتور بيسال بسكلت عن جهاز التعقب اللي كانوا زارعينه في نيكل، قالت له انها فقدت الاشاره عنه. والدكتور بيعرف ان هم كانوا كده عارفين من الاول عن اجهزه التعقب دي ودمروها. والشياطين بيخافوا وبيقولوا لبراندي انها تحميهم بدل نيكل. قالت لهم كان في ودي والله بس انا مش عارف احمي نفسي اصلا، انا لسه محتاجه اتطور اكتر واكتر عشان اقدر اوصل لمستواهم. وبيفضلوا يصحوا شويه لحد ما الدكتور بيسكتهم. هو بيقول لهم احنا لازم دلوقتي نقلق برضه من الثلاثه التانيين لانهم لو بقوا اقوى من كده فاحنا هنروح في داهيه حرفيا، فعشان كده لازم نتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بينا. هو بيدي امر للثلاثه من الشياطين انهم يتخلصوا منهم مع جنود البشر وياخدوا معاهم البشر يعني كالهه ليهم وكده. وعند ريم بتقول لو الشياطين دول في دوله من البشر ومتنكرين على شكلهم مش هنقدر نميزهم، يبقى انسب حل لنا ان احنا نقتلهم كلهم. وبتمسك في يسري وبتقول له هو فين الدكتور ده عشان اقتله واخلص منه. يسري قال لها ما تستعجليش احنا برضه ما نعرفش عدد ولا انواع الشياطين اللي هناك مش كده ولا ايه؟ وبعدين ايه رايك نجيب برونتيا معانا؟ فوقفت لمده جزء من الثانيه تفكر وقالت له انا قايله له يراقب العالم كله مش عارفه ادور عليه فين دلوقتي. قال لها واحنا هندور عليه معاكي. وبولا لسه بتتكلم وبتقول ليسري بس انا وانت يا يسري عارفين مكانه، بس هو بيسكتها وبيقول لها ابقى اشرح لك بعدين. وهم واقفين يتكلموا جايت هو ضرب لين لدرجه انها اتحركت من مكانها جزء صغير جدا، وده طبعا يعتبر انجاز انه قدر يضرب لين ويحركها. فهي بتمسكه بتكسر على الجبل اللي هو عنده وبيقول لها هو ده اخرك تعالي وريني اخرك. فبتقول له بس كده انت جيت في جمل يعني تعالى لي انا. يسري بيفكر وبيقول دلوقتي ايتو يقدر يتعافى بشكل اسرع بكتير عن الاول، وكده ان قوته زادت بشكل كبير، وكل ده عشان افكارنا مرتبطه باجسامنا، بمعنى ان هو لو عاوز القوه في كل مره هيتضرب فيها يبقى اقوى عن المره اللي قبلها بكتير، ولكن بيقطع تفكيره وهيته المرحوم. نروح بقى لشويه جنود وهم بيلفوا عند الجزيره وبيقولوا هم شويه الاطفال دول مهمين قوي عشان نفضل
نراقب الجزيره دي، ورين بتروح لهم هناك وبتفضل تتمشى في السفينه وتدور على الشياطين ومحدش بيلاحظها. نروح لتفكير رين وهي بتقول ان وهي صغيره كان العالم كله فيه كام الف بشري بس هنا وفي المكان ده على الاقل فيه حوالي 10,000 بشري، ولو هجمتهم كلهم ممكن كام واحد يهرب، فاستدعاء برونتيا هو انسب حل. وفي مقر الشياطين بيكونوا شايفين والجنود بيقولوا البسكلت ان البت دي بتظهر لوحدها بقالها ايام ومحدش معاها. ومن ناحيه تانية عند ياسلي بيكون هو وبولا رايحين يجيبوا برونتيا. بولا قالت له طيب ليه ما بعتلوش رساله وخلاص، فقال لها ان برونتيا بيخاف من رين قوي، ولو عارف ان احنا نجيبه عشان رين عمره ما هيروح، فعشان كده انسب حل ان احنا نجيبه ونحطه قدام الامر الواقع. نرجع تاني البسكلت وفي جنود بيقولها وبيقول لها ان احنا ما عرفناش نرجع غير جثه القناص، اما نيكل جثتها ملهاش اي اثر. بسكلت بتكلم الدكتور بتقول له هي فين جثه الوحش اللي انت كنت بتطلعه، فبيقول لها ان انا ما عرفتش اجيبه لان هو كمان اختفى. بتقول له مش يمكن الايدتين دول هم اللي خدوها قبلنا، يعني شكل جثه نيكل المختفيه كده. بيقول لها يعني ممكن يكونوا خدوا الجثتين لنفس المكان. ردت عليه وقالت له افترض انهم ممكن يكونوا بيدرسوا الجثث ويحللوها عشان يعرفوا اسرارنا. الدكتور قال لها بس هم يحتاجوا البشر عشان التحاليل دي. ردت عليه وقالت له يبقى كده وجهتنا اتحددت خلاص. وبنشوف سباق عربيات صغير وفي حد بيكسب وبيكون شخص سريع جدا، والشخص ده هو برونتيا. بيسأله هو ازاي سريع كده، قال لهم عشان انا ما بحطش معدات، اهم حاجه التكتيك. المذيع بيسأله انت ناوي تعمل ايه في المستقبل؟ برونتيا قال له اللعبه ما بقتش فارقه معايا، انا حققت فيها نتائج كويسه وتجربتها انتهت. وبعدين بيجي له مكالمه من ياسلي وبيقول له ان هو وبولا وصلوا عند الساحل، فبيختفي وبيوصل عندهم في ثواني. هو بيحرق ياسلي وبيقول له ايه رايك في قوته السحريه؟ رد عليه مش بطاله ولكن دي اقوى حاجه. برونتيا قال له ايوه، بس ياسلي بيرمي راس نيكل بيقول له انت مش شكلك جاي عشان نتسلى، طب تعالى معايا نشوف التفاصيل. وبيكونوا في مدينه اسمها هوتايلا وهي مدينه تجاريه، وبيكون برونتيا مشهور جدا. وهايتو بيصحى وبيسال عن العجوز، بس برونتيا ما بيكونش عارف هو بيسال عن مين. وبيساله مين العجوز اللي قاعد بيصوت عشانها دي. يسال قال له سيبك انت، خلينا ناجل الموضوع ده بعدين شويه. وبيكون في 3 شياطين وصلوا المدينه، بيسو نيبوت وكوري. نرجع تاني ليسال وبيكون في 3 شاشات كتير في الاوضه اللي هم فيها، وبولا بتساله عنها بيقول لها الشاشات دي متوصله بعقلي، برضه دلوقتي اقدر اطلع النار، انا جربت كل القدرات اللي يسال قال لي ان ممكن الايدتين يستخدموها. هايتو بيقول له طب ايه اللي جايبنا هنا؟ احنا جينا هنا عشان نجيب الواد ونوديه للعجوزه. فبرونتيا بيساله مين العجوزه دي؟ يسال بيقول له انا اقول لك بس انت لازم تمسك اعصابك شويه، ايه العجوزه دي؟ هي رين. فبرونتيا بيترعب جدا وبيخاف وبيقعد يصوت. وعند الشياطين بيكونوا بيراقبوا كل حته في المدينه حتى البيوت، وده عشان يعرفوا مكانهم. واخيرا برونتيا بيهدى وبيقول لهم يعني هي مش هتكون متضايقه مني؟ يسال قال له لا، احنا كنا عاوزين مساعدتك عشان نعرف عددهم ونخترق الشبكات والكلام ده كله. رين ادتنا اسبوع حر عشان نجيبك فيه، فايه رايك يا هايتو يتدرب معاك؟ هايتو رد عليه وقال له لا، هو ازاي اصلا قوي؟ هو خايف من رين. فبرونتيا بيقول له هي مش بتخوفك؟ قال له لا، هي مش هتبطل ضرب فيا حتى لو خفت منها. ولما ياسلي بيمشي الشياطين بيلاحظوه في الكاميرات، مع ان ياسلي كان مخطط انهم يروحوا لبرونتيا، بس احنا اللي بنروح له بيستخدم شويه سحر على هايتو، ولكن السحر ده مش بيأثر فيه. فبرونتيا بيقول مع نفسه الهجمه دي كانت ممكن تنهي بولا وياسلي في ثواني، وبيفضل يضرب عليه بالسحر ولكن مش بتأثر في هايتو، ولكن هايتو ما بيكونش قادر يضربه اصلا. نرجع تاني لياسلي في المختبر وبيسأل الدكتور عن البحث، قال له ان السم ممكن يقتله عادي، بس بيكون في واحد بيندى على ياسلي، ولما ياسلي بيروح هناك بيكون فخ من بسكلت وبتهجم عليه ولكن بيقدر ان هو يتفاداها، وساعتها بيضل من مكان عشان ما تشوفوش. وعند هايتو بيكون هو وبرونتيا بيضربوا في بعض، بس هايتو بيقول له انت ضربتك ضعيفه جدا، هو احنا جايين هنا نهزر ولا ايه؟ ولكن برونتيا بيفاجئه وبيقول له ان دي نفس قوه هجماتك ودي نقطه ضعفك يا هايتو. ولكن في 2 من الشياطين بيجوا لهم، فبرونتيا بيمسكهم وبيقول له هايتو بولا يهزم الصغير عشان هو ضعيف وهو هيهزم الكبير. هايتو وبولا بيضربوا الشيطان اللي عنده، وبرونتيا بيخلي الشيطان يضرب فيه لانه كده مش هيتأثر. اما بالنسبه لياسلي فهو قدر ان هو يحبس بسكلت ويخليها عمية لمده ثانيه. هو بيقول لها خلينا نتكلم ونتفق على حاجه، انت كنت عايزه تستدرجيني لاني ضعيف مع انكم عارفين انكم مش هتهزموني، ونفس الشيء بعت شياطين عند ال3 ليدتين التانيين، بس دول هيموتوا في ثواني على ايد برونتيا. كنتم مفكرين انكم لو خلصتوا علينا احنا ال3 اللي مش اقوياء هتلاقوا طريقه تتخلصوا بيها من رين، بس برونتيا بيعرف يخلص على الشياطين برضه. وهو بيكلمها هي بتنزل شعرها تحت الارض من غير ما ياخد باله عشان تصيبه، بس هو بيقول لها حتى انكم مش اذكياء، ولو جربت تخرجي في ابسط حاجه هرن على برونتيا وهضمن موت. الدكتور اداكوا ذكاء بشري وجسد بشري وكان عاوزكم بعيدا عن كل ده انكم تتكاثروا، طب ايه رايك في كده؟ بيرمي عليها قنبله يعميها وبتقول لي انا مش هتعمل المره دي. قال لها انا ما حاولتش اعميكي، كنت واقطع هدومك. فبسكلات بتتكسف وتقول له انت حقير. قال لها
انتوا عندكم مشاعر بشريه مش زي الاول، يعني لو قطعت هدومك هتتكسفي دلوقتي. فبتضرب شعرها اللي تحت الارض عليه وهو بيتفاداه بكل سهوله. فبيقول لها الشيطان اللي قبلك حاول ان هو يعملها برضه، وبيرمي عليها قنبله تالته وبيقول هو هيعمل ايه المره دي، وبيكون واقف في مكانه بس بتستغرب وبيظهر سم، فبتقول السم مش بيأثر ولكن مره واحده بتقع. يسأل بيقول لها انتوا عندكم دماغ بشريه فالسم بيأثر عليكم عادي دلوقتي، لو كنت هاجمتني من الاول كنت كسبت المعركه، ولكن بسبب خوفك ولا خسرت المعركه دي. وبالنسبه للقتال بتاع هايتو بيكون سريع جدا بس هجماته ضعيفه، وبرونتيا بيقول له ان هو ممكن يكسب المعركه دي في كام ساعه، بس الموضوع ده هيبقى ممل جدا. فبيطلع سيف وبيديه البوله وبيقول لها تستخدمه، ولما بتستخدمه بيكون قوي جدا والشيطان بيخاف. فبيقول لها تديه لهايتو، ولما هايتو بيمسكه الشيطان بيستسلم، ولكن هايتو بيرميه وبيقول له انا ههزمه بمعرفتي. نرجع ليسري وبسكلات بتقول له انت هتعمل فيا ايه؟ رد عليه وقال لها بكل بساطه انا عالم وشرحت عدد لا يعد ولا يحصى من البشر، فبكل بساطه انا هشرحك واعدل في دماغك. وبعد 6 ساعات بيقدر هايتو ان هو يتغلب على الشيطان اللي معاه، فبياخدوا الاتنين الشياطين وبيودوهم ليسري عشان يعمل لهم غسيل دماغ زي بسكلات، وبكده تم غسل دماغ 3 شياطين. فبرونتيا بيسالهم عن كل حاجه وبتقول له ان في 3 خطرين هناك في الامبراطوريه، الامبراطور والامبراطوره وخادمه، وبيقول لهم ان دلوقتي بقوا بيستغلوا البشر في التكاثر عشان ينتجوا شياطين بعقل بشري على طول. يسري بيقول لهم طب ارجعوا كجواسيس، قالت له مش هينفع لانهم طالبين جثثكم، وتاني حاجه ميكو هناك ودي خطر جدا لوحدها. بيسالوا عن ميكو دي بتقول لهم ميكو مش قويه لدرجه ان اي حد يقدر يهزمها بسهوله، ولكن عندها قوه مختلفه وهي قوه ملاحظه وبصيره عاليه جدا. وبنرجع لميكو وهي بتراقب الجزيره اللي فيها رين وبتغير تشكيله الجنود، فالملك بيسالها عن السبب بتقول له ان هي كانت فوضويه جاهزه انها تقتل كل الجنود في ضربه واحده، اما دلوقتي الموضوع صعب عليها واللي مخليها في نفس المكان انها اكيد بتحمي حاجه معينه. والدكتور بيرجع تاني فميكو بتقول له هي بتحمي ايه؟ قال لها هي بتحمي الختم اللي كان على الشياطين، بس لو فكناها هيبقى في 3 مشاكل، الاول ما بنعرفش ازاي فمك، والتاني هو اننا مش هنعرف نخش ورين موجوده، اما الحاجه الثالثه والاخيره وهي ان الشياطين مش هيكونوا اذكياء فمش هيفرقوا بين صديق او عدو. نرجع تاني ليسل وهو بيسألهم عن الدكتور فبيقولوا له نفس الكلام اللي عرفناه في اول حلقه، فبيقول لهم احنا هناخد راحه وعاوز برونتيا في موضوع. هايتو بيقول له طب وتدريبي؟ ولما بيخرج برونتيا بيقول له انت عمرك ما طلبت استراحه غير وفي حاجه؟ قال له ايوه انا عرفت مين هو سيد الشياطين اللي بيقولوا عليه ده وهويته الحقيقيه، وبنعرف بعدها ان في نسخه طبق الاصل عن الختم اللي رين بتحميه، والختم ده فيه صراصير كتير بس يسل بيقول لبرونتيا كلهم هيموتوا اصلا. وبنعرف حقيقه سيد الشياطين اللي هو ما يعرفهاش عن نفسه حتى، وانه واحد من الإيداتين، بمعنى ان الإيداتين بيتولد عن طريق رغبة وتفكير البشر في الخلاص. طيب دلوقتي لما الشياطين اتحبسوا واتمنوا انهم يرجعوا للخلاص من تاني، فظهر الإيداتين اللي هيخلص الشياطين ويرجعهم للخلاص، بس ما اتولدش بشكل فعلي لا، فبقى بيتواصل معاهم عن طريق الآلات. نروح بقى لهايتو وهو بيتدرب مع بيسكلاد وبتقول انت سريع جدا وفي نفس الوقت خفيف، ولكن هجماتك مش هتأثر في حد كده. وبيجي التاني وبيضربوا في هايتو بيحاولوا برضه ما بيعرفوا، وبرونتيا بيطلع له وبيقول له ما تسأل ازاي ضربتك تبقى اقوى. هايتو قال له والله يا ريت تفيدني يعني، فجاب له ميزان وقلب ولا تقف عليه وبيطلع ان وزنها 36 كيلو تقريبا، فبيقول لها قللي من وزنك للصفر، وهو فعلا بتقلله. وبيقول للهايتو ان الإيداتين يقدروا يزيدوا ويقللوا وزنهم بمزاجهم وده عشان يبقوا اقوى، فبيقول لي البلخ خلي وزنك 90 وبتعرف فعلا انها تخليه 90. ولما هايتو بيحاول مش بيعرف، فبرونتي قال له انت بتغلط يا هايتو، انت قاعد بتشد عضلاتك مش بتتخيل، انت لازم تتخيل ان وزنك بيزيد. راح رمى عليه حجر كبير وقال له اعتبر ان وزنك والحجر ده وزن واحد، بس هايتو بيزهق فبيكسر الحجر وبيقول لبسكرات انها تهاجمه تاني، فبتقول له ماشي اشك اصلا في انك اتعلمت حاجه، حتى ان البت اللي بتعرف تتحكم في وزنها لما جربت من شويه كان الموضوع صعب عليها، بس هايتو بيخش في الجد على طول وبيهجم وهو بيفكر انا لازم اخلي قبضتي تقيله زي الحجر ده مش كده، فبيعمل كده وبيضرب بسكرات ضربه بالطياره حرفيا. وبرونتيا ويسلي والكل بيستغرب ان هو ملحقش حتى يتدرب، ولكن هايتو بيشكر برونتيا وهو بيكون الشيطان التاني هو خصمه، فبيقول لي اثبت لي ان الهجمه اللي فاتت ما كانتش حظ. قال له من عيني، وهو بيضربه وبتكون فعلا ضربته قويه جدا. فبرونتيا بيقول له هو ازاي بقى قوي كده من صخره؟ يسال اللي تحسه الكاتب قال له انا فهمت، ممكن ما بيكونش هايتو كان بيضرب حد بوزنه اصلا. فبرونتيا بيستغرب وبيقول يعني الهجمات دي اصلا بحجمها القليل دي مديها كل القوه دي من 80 سنه، الواد ده اكيد جامد جدا وهيكون ليه مستقبل. وعلى ما اتكلموا كان هايتو ضرب
استغرب الشيطان رايح جاي وهزمه. وبعدين برونتيا بيقول له انا اللي عليا الدور، تعالى واجهني وانا مش هتفادى هجماتك. راح هايت وضربه ضربه ولكن برونتي ما تاثرش، فبيردوا له الضربه ويضربوا ضربه بالطياره حرفيا. نروح بقى لميكو اللي بتكون بتتفرج على شريط لايتو، وبتدخل عليها براندي وبتقول في ايه. ردت عليها وقالت لها الواد ده في حاجه غريبه، انا بقول ان هو قاعد بيزداد قوه من غير ما يحس، وانا شاكه ان فريق بيسكلات اتهزم هناك. وبعدها عند براندي بتقول لعيالها ان هم لازم يهربوا من المكان وياخدوا اي شيطان هم عاوزينه معاهم. فبيروحوا فعلا وكل واحد بيختار له شيطان او شيطانه. اما بالنسبه لهايتو فهو كان قاعد بيتهن من برونتيا، فيسأل له على معلومات تقدر تخليها قوي كان بوزنه. وبعدها راحوا وبولا المكان صور وعاوزين يستولوا على الحكم. ولما بيروح عند الصوار ما بيرضوش يسمعوهم ولا يتكلموا معاهم، فالراجل الأقرع اللي هناك بيخلي كل الصور يضربوا على يسلي وبولا وبيقول لهم شوفوا عقاب الحاكم عليكم. بس بعدها يسلي بيخلي بولا تلبس جناحات زي الملاك عشان تضحك عليهم، وفعلا بيضحك عليهم. وده طبعا بعد ما الراجل الأقرع ضرب عليها طلقه وهي قدرت انها تمسكها بكل سهوله. فيسلي بيجمع الصور دول، بس برضه ما بيكونوش مصدقين انهم من الابطال. ففي واحد بيقول لهم طب ما احنا عاوزين دليل يثبت انكم من الابطال. يسأل ساعتها بيكون جنبه في ثواني وبيقول له للاسف مفيش دليل، يعني مثلا ما نقدرش نتحكم بالجاذبيه، ما نقدرش نعمل كده في المعادن، ولا سرعتنا مجنونه بالشكل ده. بصوا من الاخر كده احنا عاملين زي برونتيا اللي انتوا بتحبوه كنتوا بتتكلموا عنه. فبولا بتسأل وايه علاقه برونتيا بالدوله والكلام ده. كل الثوار بيستغربوا ان ازاي دي من الابطال وما تعرفش عنه، بس يسأل قال لهم ان دي لسه بطلة جديده وما تعرفش حاجات كتير. فبيقول للعجوز الأقرع ايه رايك انت تحكي لها. بيقول لها ان دوله سرب اللي اتعملت من زمان في وقت سقوط حضاره البشر اللي هو وقت ظهور الشياطين. وبيكمل كلامه بيقول انها تاسست على دي الابطال. وبنشوف يسأل وهو كان بيتكلم مع بولا وبيقول لها ان الدوله دي اتعملت على ادرين والحارس قبل ختم الشياطين، وكانت عباره عن ملجأ، بس بعدين البشر خدوها كدوله ليهم. بس الدوله دي كانت زي الصحراء وما كانش ينفع يتعاش فيها لحد ما جه البطل اللي صلح البلد وظبط الميه والمكان وادانا الخطاب ده وقال لنا ان احنا لازم نحافظ على المكان ده ونطوره باي شكل من الاشكال عشان المكان بعد كده يكون صالح للحياه. ومن ساعه الوقت ده واحنا لسه واخدين برونتيا قدوه، ويا ريت بقى لو انتوا عاوزين اي حاجه تقولوا لنا واحنا هنكون في خدمتكم. فيسأل بيقول له ما احنا جايين اصلا عشان عاوزينكم. وبيكمل كلامه وبيقول له قريب بمن فيهم بطلكم المحبوب برونتيا هيدمروا امبراطوريه زوبل. فكله بيستغرب. بيكمل وبيقول لهم خلاصه الكلام مش عاوزكم تشنوا حرب عليها، انا عاوزكم تتعاونوا معاها في اعمار الارض. ففي واحد بيقول له احنا عمرنا ما هنتعامل مع بلد حقيره زي دي. يسأل يرد عليه وقال له بص ما تتكلموش كتير، انتوا بتعملوا اي حاجه وبتلبسوها باسم الابطال، ما علينا انا وانت وكلنا عارفين كويس ان انت اسمك قبل ما تستولي عن حكم كان في اوبئه وامراض وكوارث طبيعيه، بس اول ما انت مسكت استغليت اسم الابطال عشان تعمل ثوره صناعيه والكلام ده كله، وبرضه بقيت بتاخد الفلوس لنفسك باسم الابطال مش كده. وبلا بتقول لهم انا مش بفهم في الكلام ده، بس من الاخر ما تعملوش حرب على البلد التانية، هو ده اللي مطلوب. وبعدها بيسيبوهم وبيمشوا. فالناس اللي مع سموك بيقولوا له طب هنعمل ايه دلوقتي، هننفذ كلامهم ولا هنعمل ايه بالظبط؟ رد عليهم وقال لهم احنا هنعمل الكلام اللي قالوا عليه، وحاجه تانية طلبوها مننا هو اننا نحمي السكان ونحافظ عليهم ونهتم بيهم. هي دي بقى مشيئة ورغبة الابطال. وبعدين بنروح لميكو وهي مديه للدكتور تقرير عن الإيداتين، وان هم حرفيا ما بيسيبوش وراهم اي دليل في الفيديو، لان لما في فيديو للإيداتين بيتعرض قدامهم يسأل اتصاب واتعالج بشكل سحري، بس الدم اللي خرج منه اختفى، حتى اللبس اللي بيكون عليه بيختفي لو سابوه. نرجع تاني لهايتو وبرونتيا، وبيكون هايتو بقى اقوى عن الاول بعد ما يسأل قاله عن الحاجه. فبرونتيا بيسأل هايتو وبيقول له ازاي بقت هجماتك اقوى وقدرت حتى انك تزقني كده. هو يسأل قال لك ايه؟ رد عليه وقال له يسأل قال لي اخفف من وزني عشان السرعه، ولما اجي اضرب ازود وزني، وده طبعا عشان اللكمه تبقى اقوى. فبرونتيا بيفكر مع نفسه بيقول انه بيتطور بالشكل ده الواد ده هيبقى مرعب بعدين. وفي نفس الوقت ده يسأل وبولا بيوصلوا. برونتيا بيقول لهم انتوا لحقتوا تتفاوضوا مع البشر؟ قالوا له ايوه كله في السليم. فبرونتيا بيقول لهايتو ان التمرين خلاص خلص وان ده وقت المعركه الحقيقي، لانهم النهارده هيغزوا الزوبل، وعشان كده بقى بيروحوا عند رين. وبرونتيا بيكون خايف جدا منها. فيسأل بيقول له انت خايف
وبيقول لها يا معلمتي بالي كتير قوي ما شفتكيش، والله ليكي وحشه. وبتقول له والله وده كمان يا ولا. بس برونتيا ما بيكونش قفل اجهزه الاستشعار اللي كان المفروض يحطها على السفن، والدكتور بيقدر ان هو يشوف ان في دتن جديد، وبيروح جري على ميكو بيقول لها ان في دتن جديد ولازم تحلله بسرعه. بس البت اللي هناك ما بتطلعش ميكو، وبتدي له رساله من ميكو بتقول له فيها انها هربت عشان الخطر قرب، وانهم لو شافوا الادتن يتجمعوا مع بعض فعرفوا انهم هياخدوا زوبل خلاص. وبنشوفها وهي بتهرب مع خدامه ودكتوره من نفس الطريق اللي هرب منه اولاد براندي، وميكو بتكون عارفه ان براندي خلت عيالها يهربوا. بس وهي بتهرب بيكون برونتيا دمر الارض من حواليهم بعد ما حرفيا عدوا المكان بكام خطوه. فميكو بتقول ان هم كده هيبعدوا كل وسائل الهرب عن زوبل، يعني اي شيطان في دايره زوبل حرفيا هيتم اباده. وبيكون هايتو مع رين، ورين بتطلع سيف وبتقطع البيوت اللي قدامها. نرجع تاني عند الدكتور، وبراندي بتقول للدكتور انها خلت عيالها يهربوا من بدري عشان لو الابطال جم هنا مش هيسموا على حد، فعيالها وفريق ميكو اللي مشوا دول اكيد هيقدروا انهم يرجعوا الجنس الشيطاني. بس وهما بيتكلموا الارض بتتهز والمباني اللي عليها كلها بتقع. نرجع تاني لرين وهايتو وهما بيمشوا بيطلع لهم شيطان، بس رين ما بتسميش عليه وحرفيا بتكون مخلصه عليه في ثواني. وعلى الناحيه التانيه بيكون برونتيا بيقتل الشياطين التانيين، وعمليه هروب البشر بتكون ماشيه 100 فل و10. وبرضه رين بتكون واخده بالها ان قوه هايتو زادت بشكل كبير جدا. وبعد كده هايتو بيقول لرين خلينا نتفرق دلوقتي عشان الموضوع شكله هيطول، فبتقول له ماشي، مع انها ما بتكونش واثقه فيه. بس وهي بتضرب المعاتيه اللي حواليها دول مش بيموتوا، فبتقطع رقبتهم وبتقول اكيد مش هيعيشوا، ولكن الصدمه بيقوموا من تاني. وبنشوف ان براند هي اللي بتتحكم فيهم. نرجع تاني لهايتو وبيضرب الجنود اللي قدامه، وبيشوف شيطان بيقرب لحد سجن، والسجن ده بيكونوا حابسين في بنات، فبينقذهم. والامبراطور بيجوا بيقول له انتوا كسبتوا الحرب بس على الاقل لازم نقتلك. فالكهنه اللي كانت محبوسه هناك بتقول هو امبراطور زوبل جه هنا عشان يشوفنا ليه، ولا هو فعلا جه هنا عشان يشوف الواد ده، وهل فعلا الواد ده من الابطال زي ما هم بيقولوا؟ بس بيقاطع تفكيرها هايتو وهو بيكسر العمود بتاع الحيطه وبيضرب بالامبراطور، بس الامبراطور بيقدر يصده وبيضربه، وهما الاتنين بينزلوا ضربه في بعض يمين وشمال، بس الامبراطور بيعرف يرميه، حتى ان لما هايتو هجم عليه تاني فقعد وينه حرفيا. فالامبراطور بيكلمه وبيقول له انت طلعت قوي نوعا ما، يلا بقى هاجمني ولا انت بقى هتروح تعيط لصاحبتك. هايتو رد عليه ولا ما قلتش اني هسيب القتال يا حقير. نرجع تاني رين وهي لسه قاعده بتقتل في الدمى اللي مش عاوزين يموتوا لحد اخر ما بتزهق، فتضرب ضربه في الارض بتشوق المكان لنصين، بس براندي بتلحق نفسها قبل ما الهجوم يجي ناحيتها، وبترجع تودي شعرها وبتتحكم في ناس اكتر. فرين بتخمن ان في جسم بيتحكم في الناس دي، فبتدور لحد ما فعلا بتلاقي حد، والحد ده براندي بتكون بتتحكم فيه عشان يلهيها. ولما رين بتروح لقطاع في الفخ وايدها بتتقطع، وهنا براندي بدأت تفكر مع نفسها انها هل لو استخدمت قوتها وفضلت تخدع رين كده هتقدر تكسبها. فعشان كده بنأجل السؤال ده وبنرجع لبرونتيا، وبيكون بيكلم القائد بيسكلت عشان يدوروا على الراجل العجوز، والشخص ده اللي دايما بيكون حافظ بيانات اي حاجه، وبيكونوا بيدوروا على الخدامه وميكو. فبيسكلت بتشوف بنت شبه ميكو وبتقول لبرونتيا يروح ياخدها ويستجوبها عشان يعرفوا هي لابسه زي ميكو ليه. ومن ناحيه تانية عند هايتو بيكون لسه بيقاتل العجوز ومفشوخ حرفيا، والكائنه بتكون بتتفرج عليهم، وفي بنت بتقول لها يلا نمشي، ردت عليها انا مش همشي من هنا، انا هقعد هنا واتفرج عليهم. وبيكون الامبراطور حرفيا فشخ هايتو لدرجه ان هو بيخرج احشائه، بس هايتو بيقدر انه يكسر له دراعه ويفشخ هو كمان، والعجوز كده بيكون وصل لحده الاقصى. وهنا بقى بنشوف رين وجسمها متقطع حرفيا، واللعبه بتفضل تستفزها وبتقول لها مش هتعرفي تهزميني. وساعتها رين بتتعصب وبتقوم تجدد اعضائها في ثواني، وبتقول له بقول لك ايه انت بقيت مستفز جدا وده مش كويس ليك. وبتلاقي خد جنبها فبتمسكه وبتفضل تلف في زي الاعصار، وبتقول انا لو فضلت الف كده الجسم الحقيقي هيظهر. وبالفعل بعد ما بتجمعهم بتكون براند لازقت معاهم، ورين بتقول انا بقى هقطع الخط ده كله مره واحده، وبالفعل بتقطعه بقوه كبيره جدا لدرجه ان برونتيا بياخد باله. وساعتها رين بتشوف براندي ويا ويلك يا سواد ليلك يا براندي من رين. نرجع لهايتو اللي اخيرا قدر ان هو يهزم الامبراطور، ولكن ما خلصش عليه، والامبراطور بيستغرب من حاجه زي كده. الكائنه بتروح للامبراطور وبتكون عاوزه تنقذه، بس هو بيقول لها انت بتعمل
بتعملي ايه؟ مش هتعرف تشديني ولو شويه صغيرين، انا وزن اكتر من 500 كيلو. بس الكائنه قالت له طول ما انت بتقاتل ما جتش ناحيتنا ولا كنت عاوز تقرب مننا، مع انك كان ممكن تاخدنا رايين وتكسب القتال ده. وبتكمل كلامها وبتقول له مع انك دلوقتي حتى واقع كده مصر انك عاوز تنقذني ومش عاوز تاذيني. وبنشوف بدأ نهايته ماشي ومش قادر يعالج نفسه بسرعه، بس في نور وحاجه بتظهر قدامه. نرجع تاني للامبراطور وهو بيقول لها انت لازم تهربي وتاينا، انت عارفه ان احنا مش بشر حتى، ولو متنا دلوقتي فبرضه هيظهر شياطين جداد. انت عمرك قصير ولازم تعيشي في حياه سعيده. هو هنا بتظهر لنا شخصيه الامبراطور الحقيقيه والطيبه. فالكائنه بتقول له انت حتى لو شيطان فاحنا نقدر نعيش مع بعض حياه سعيده. انا ضعيفه جدا، انا لازم احمي الناس زي البطل اللي ده، حتى ان هو جه واتأذى عشان ينقذنا. انا كنت بتمنى لو يكون عندي قوه زي البطل ده. وهنا بتصرخ صرخه عاليه جدا. وستوب، نفتكر مع بعض الاساسيات الثلاثه لظهور الإيديتين. اولا التفكير العميق مع وقت كتير جدا والرغبه في الخلاص، والثلاثه اتحققوا في زوبل. بس مظهر وشخصيته جنس الإيديتين بيظهر على اساس المعيل اكثر فعاليه. ولما عيطه بيشد اللي جوه بتظهر البت الكائنه. فهايتو بيقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ قالت له ما اعرفش، وانت مين اصلا؟ شكلك متعور جدا. رد عليها ولا انت هتهزري معايا؟ بس في شيطان بيضربه فتاخده وبتهرب بيه وبيعرف انها إيديتين جديده. وعشان كده بقى بنروح لرين وهي بتكلم براندي وبتقول لها فين سيد الشياطين بتاعكم اللي اسمه اوفر مين؟ براندي قالت لها ما اعرفش، انت عايشه من 800 سنه وجيت ما اعرفش حاجه انت عارفاها. فبيجي الدكتور وبيقول لها رين عامله ايه؟ فبتساله انت مين؟ قال لها انا قلت هاجي اكلمك بنفسي بقى. بتقول له وانت بقى عرفت اسمي منين؟ رد عليها ولا مش اللي في ايدك ده سيف سوكس؟ وهنا ريم بتقلق وبتفتكر سوكس وهو بيديلها السيف وبتقول له عرفت الكلام ده منين؟ فبيكمل كلامه وبيقول لها انا فاكر انك كنت عيله عيوطه، وبتسترجع ذكرياتها وبتقول له انت عرفت الكلام ده كله منين؟ بيقول لها انا لسه فاكر حاجات كتير جدا بس مش عارف ليه بالظبط. وبيكمل وبيقول لها انت كنت بتخافي من الشياطين جدا وبرضه كنت بتخافي تفضلي لوحدك، فعشان كده كنت بتروحي للمعارك عشان ما تبقيش لوحدك. وهنا براندي بتكلم نقول انا لقيت طريقه اهزمها بيها وانا بقاتلها بس دي انسب فرصه. فبنروح لبرونتيا وهو كان بيستوعب البت اللي شبه ميكو، بس البت قالت له انا معرفش هي راحت فين، هي قالت البس زيها وخلاص. بيسكلات بتقول له هي كده كده شكلها هربت مع نفسها عشان تقريبا كانت عارفه باللي هيحصل. ونيبوت بيدي الراجل اللي اسمه برقط بتاع المعلومات لبرونديا وبياخدوه وبيودوه ليسلي، ويسلي في نهايته جاي عليهم. فبرونتيا بيقرر يروح لهم لانه بيلاحظ ان هم بيمشوا بطيء. ولما بيوصل هايتو بيقول له دي في صفنا، دي إيديتين جديده. برونتيا بيسالها عن اسمها بتقول له اسم جيل. يسلي بيكون سامعهم وبيقول مع نفسه صح، زوبل حققت كل شروط ولادة الإيديتين. وبيقول لبولا خلي بالك من المكان بقى عشان انا هعمل عملية جراحية على السريع. وبعدها برونتي بيروح لمكان المعركة تاني وبيلاقي جيل هناك، فبيسألها انت ايه اللي جابك هنا تاني؟ فبتقول له هو انت بطل؟ وما بتكونش فاهمة حاجة. فبيقول لها هو مش انت جيل؟ قالت له لا انا اسمي جلينتيا بس في العادي بيقولوا لي جيل. وبرونتيا بيستغرب جدا ان ازاي في إيديتين شبيه جدا لبشري، وبيلاحظ ان في شيطان فبيخلص عليه في ثواني. فبتزعله وبتقول له انت ازاي تخلص على روح بالشكل ده؟ قال لها بس ده كان هيقتلك. وبينومها عشان يبقى يكلمها بعدين. نروح بقى رينو وبتشوف في الدكتور حاجات وكلام ما يعرفوش غير جدها، ده غير شويه عادات برضه جدها الوحيد اللي كان بيعملها. فبتقول له هو انت جدي؟ بس براندي كانت خدت سيفها وبتقطعها وبتستخدم قوه كبيره جدا من السيف. فارن بتتعصب وبتخلص عليها في ثواني وبتمشي بنص جسمها المقطوع وبتقول جدي خلينا نرجع مع بعض انت وحشتني جدا. وهي كانت بتمسك جسمها وبتعيط بحرقة على اللي حصل. وهنا الحرب خلصت بعد ما قدروا يقتلوا اقوى اتنين. بيسو ونيبوت رجعوا تاني يشاركوا، وبرونتيا وعيطوا شاركوا من تاني بس كده مش ناقص غير ميكو واللي معاها. وبعدها بتكون جيل واقفه مع بولا وبتكون مستغربه ان ازاي رين الجزء اللي خسرته رجع لها من تاني. بولا بتقول لها حتى بعد ما رجعتها هي لسه صحيانه برضه، وبنشوفها وهي بتعيط وبتفتكر جدها. وبعدها بيعملوا امبراطوريه زوبل من جديد بعد ما خلاص كل حاجه حرفيا اتمسحت في زوبل. وبيكون على راس جيشهم نيبوت وبيسكلت، ويسلي وبيسكلت وبرجط بيكونوا شغالين لمده 3 ايام بلا توقف. فيسلي بيطلب من بيسكلت انها ترتاح، بتقول له عقل البشري هو
اللي تعب اما جسمي فعادي. المهم بعدها باركوت بيقول له ان في 13 شيطان وطفلين شيطانيين مختفيين، والطفلين دول لسه بيتحدوا مع الجنس الشيطاني في الخدامه، اما الباقي هربوا. فبيسكيلات بتقول ليسل ان في حادثه حصلت من كام يوم في قصر جميل، وهو ان كل اللي فيه ماتوا بطريقه غير بشريه، واعتقد ان راكي هي اللي عملت كده. يعني باختصار عدت عليه وقتلت كل اللي فيه ومشيت، واعتقد انها بتهرب مع شخص، وبرضه قتل نسخه كورياشي، واعتقد ان مع هروبهم خيانتنا اتكشفت. فيسل بيسال عن كورياشي ده، بتقول له شبهك، فبنروح له بقى عشان نعرف هو بيعمل ايه، وبيكون بيتفق مع حد على انه هياخد المكان، بس الراجل ما بيرضاش بعد ما زوبل اتدمرت. فقال له اسمع بس اللي بقولك عليه، المكان ده هيبقى مكان كويس لسيد الشياطين بعد ما يرجع تاني. الشخص بيسأله عن سيد الشياطين، بس الواد بيقول له مالكش انت دعوه، المهم بس خلصني عشان ما تموتش انت واللي معاك. وبسكيلت بتكمل وبتقول لي يسألي ان كورياشي بيستخدم سلطته وقوته عشان يحقق رغبته. وبنروح ميكو وهي قاعده مع الخدامه وميركو في كافيه، فميركو بتسأل ميكو هي ليه بتفتح النت وبتدور على الناس اصلا. ميكو قالت لها انا بدور على الفرصه المناسبه بتاعتنا. بسكيلت بتقول لهايتو ان الراهبه صحيت، قال لها خليها بس دلوقتي لحد ما الامور تهدى. هو بيقول لها روحي ناملك شويه، وبتقول له ماشي، وبتروح تنام. فالكائنه لسه هتعاتبها، بسكيلت قالت لها خلاص وخلينا نام، زوبل ماتت وخلصنا، احنا دلوقتي بنبني دوله جديده. ردت عليها انت عندك القوة الكافية عشان تشيل الحطام والركام؟ طب بتعرفي تطبخي عشان تاكلي الاف الاشخاص؟ ولا بقى عندك المعرفة الطبية الكافية في انك تعالج الناس؟ انت ضعيفة جدا، اضعف مما تتصوري، كل اللي بتعمليه هو انك تدعي للناس بس. جيل بتقول هي فعلا صح، انا ضعيفة بس عاوزة القوة. وبنشوف جيل البطلة وهي بتفكر نفسير، وبنعرف ان اللي بيستخرجها جزء من رغبته بتكون في تفكير الجديد، معنى ان هايتو عاوز يبقى، فجيل هي كمان عاوزة تبقى اقوى. المهم بنشوف هايتو وهو بيروح لرين وبيقول لها يلا نتدرب، بس هي ما بتدلوش اي اهتمام، فبيضربها وبيقول لها براحتك خليكي كده. المهم يسالي بيروح لبرونتي وبيقول له بدل ما انت مالكش لازمة كده قوم درب الايدتين التانيين، لاننا في المستقبل هنحتاج قوة كبيرة، لان التسع شياطين اللي هربوا مستحيل ان احنا نلاقيهم بسرعه، واكيد وقت ما نلاقيهم هيكونوا اقوى مع الوقت، فعشان كده احنا محتاجين قوه كبيره جدا، وبالاخص قوه الايدتين. وبعدها بيروحوا فندق وبيكون في راكي وكروفت، بس كروفت ما بيكونش بيحب راكي، ولكن هو بيستغلها عشان قوتها بس برونتي بيخبط عليهم وبيقول لهم افتحوا احنا خدمه الغرف، بس راكي تعرف من غير ما تفتح الباب، وبتقول له كروفت، بس لما برونتي بيشوف ان مفيش حد بيرد عليه بيكسر الباب وبيخش ومش بيلاقي حد. يسأل يقول له يمكن عارف ان احنا جايين، بس المكان كله محاصر ومحدش شاف حاجه فبيدوروا عن كتير بس مش بيلاقوهم. بس اللي بيقول لبرونتيا ان في شيطان منهم بيقدر يحفر تحت الارض، وفعلا بيلاقوا حفره تحت الارض، ولما بينزلوا بيلاقوا انفاق كتير تحت ومعظمها وهميه. برونتيا بيفضل يلفهم كلهم بس مش بيلاقي اي حد. وبعدها بنشوف واحده اسمها بوني بتكون عايشه لوحدها في بيت زي الزباله حرفيا، وبيجي لها توصيله، فلما بتفتح الباب بتلاقي ميكو واللي معاها، فميكو بتخش عليها وبتمسكها وبتوقعها وبتقول احنا هنعيش معاكي بس كام سنه. فبوني بتمسك قلم بتفضل تضرب ايد ميكو بيه، بس ميكو بتقول لها انا ضعيفه جدا حتى ان بتاثر بالضربه اللي زي دي. ميكو بتقول لميركو انها تقتلها وتخلص عليها، وميركو بتسال عن الخطه. ميكو بتقول لها ان هم هيفضلوا يعملوا نفس اللي البت دي كانت بتعمله كل يوم عشان ما يتشكش فيهم. واحده زي دي ما عندهاش لا اهل ولا اصحاب، بتنشر على مدونه ما حدش بيفتحها، اهلها ماتوا وسابوا لها ثروه تعيش بيها، عاوزين اكتر من كده ايه؟ فبكل بساطه احنا هنفضل ننشر نفس اللي هي بتعمله كل يوم ونطلب الاكل من بره وخلاص، وبكده ما حدش هيشك فينا. كلها كام سنه ونقابل سيد الشياطين من تاني. وبعد كام سنه بنشوف لازمه حبيبته اللي هو الواد ابن براندي، وهو بيقاتل وحش وحبيبته بتمنعه، فبيقول لها سيبيني ده مجرد وحش بايس، ابعدي عني من شويه كليدك، امال بعد كده هيعمل ايه؟ ردت عليه ده مش وحش ده طفل، ده هو ابننا ما ياكلش معاه الكلام ده. فالوحش بيشي وبس بيقول فعلا من غير سر فعلا ضايعين. وبنشوف الوحش ده وهو بيروح يخلص على حوت، وبعد السنتين اللي عدوا دول ما بيكونش في اي معلومات جديده عن الشياطين ولا اي حركه ليهم، وكل مره بيسال بسكيلت عن معلومات جديده عن الشياطين، بتقول له ما فيش اي معلومات جديده، وبيسالها عن اشكال الشياطين اللي مش بيندمجوا مع البشر.
بترد عليه وبتقول له بيكونوا شبه الهلام كده وعندهم عيون كتيره. بيسالها زي كوري كده لما تحول لشكل الشيطاني، ردت عليه بالظبط كده، وبتقول لها انها عندها عين في بقها بس ما بتستخدمهاش في حاجه، او بمعنى صح ما لهمش اي لازمه. فيسال راح شافهم، وبركوت بيخش عليهم وبيقول لهم شكلي قطعتكم عن حاجه مهمه. يسال قال له لا كنت بشوف بس العين اللي عندها. فبيقول لهم ان في حد بره، وبسكلات ونيبوت بيخرجوا وبيشوفوا باز وحبيبته، وهم كانوا بيصحوا البسكلات وعاوزينها تلحقهم، وبيقولوا لها ان ابنهم مشي وما عرفش يندمج والحاجات دي كلها يعني. فبيسكلات بتسأل باز عن ابنهم وعن انه عنده قد ايه، رد عليها وقال لها حوالي شهرين. وهنا بيسو بتقول مع نفسها هي دي نفس الحركة الكبيرة اللي يسل يتوقع انها ممكن تحصل. بيسكلات بتسأل باز عن الشياطين اللي هربوا، وقال لها ما اعرفش عنهم حاجة، كل واحد هرب لوحده. وبتسأل حبيبته، وحبيبته بتقول لها نفس الكلام. بيسكلات بتقول للباز انت مش عارف ان لو الشيطان ما اندمجش مع البشر في خلال اسبوعين ما ينفعش يندمج وبنقتله على طول. فحبيبة باز بتقول لها انها عاوزة تنقذه خلاص، بس كوري بيجي وبيخلص على جزء العصافير دول. بيسكلات بتقول له انت بقيت قوي جدا، قوي لدرجة ان انت بقيت اقوى من نيكل. حتى يالي بيفكر مع نفسه وبيقول ان هم قرروا ينعزلوا عن العالم، حتى انهم اتخلصوا عن معلومات العدو، وده اللي ادى في الاخر انهم يفشلوا. وعلى الناحية التانية بيكون هايتو في شغبلة وجيل في التدريب، وقال ما يقال فيها انه مسح بيهم الارض، وبيقول لهم هو ده اقصى حاجة عندكم، العجوز لسه تعبانة وبرونتي اختفى ومحدش عرف له مكان. بس كوري بيجيله وبيقول له ما تيجي تتقاتل معايا يالا. هاتو بيسأله انت مين؟ بولا المفشخة بتقول له ده تقريبا كوري بس كبر شوية، بس برضه هايتو ما بيكونش عارف مين كوري ده، فبيقول له من غير ما تسأل كتير يلا نبدأ على طول. واول ما كوري بيتحول لهايتو بيعرفه على طول وبيجي يضربه، بس كوري بيكون قوي جدا، حتى ان الواد كوري بيقدر يقطع دراع هايتو في ثواني، وكل ما هايتو بيحاول يضربه ما بيعرفش. فهايتو بيسأله انت بقيت قوي كده ازاي واتدربت فين وامتى؟ كوري بيقول له انا ما اتدربتش ولا اتكلفت باي مجهود، انا بس كبرت شويه، بمعنى اصح كل ما الشياطين يكبروا كل ما يبقوا اقوى واقوى، وده طبعا مقارنه بالابطال اللي لازم يتدربوا ويطلع عين ابوهم لحد ما يبقوا اقوياء. ولكن لا خلاف على ان التدريب الجسدي هو انسب تدريب للمعارك. بيسكلات بتسأل يسأل هو هايتو هيكسب، رد عليها وقال لها لا، هايتو مش ذكي وبيعتمد على القوه بس في معاركه، بس لو انا اللي كنت مكانه كنت هكسب في ثواني، ده ان كوري عنده بقه فوق دماغه فهرمي في اي ماده حراقه وسبحان الله كسب. وعلى الناحيه التانيه عند ميكو بيكونوا العيال اللي عندهم بدأوا يكبروا، وميكو بتقول للميركو انها تفتح التلفزيون، ولما بتفتحه بيكون في اخبار عن وحش بيهجم على المينا. فميكو بتقول هو ده انسب واحسن وقت نتواصل فيه مع سيد الشياطين. ميركو بتسألها طب وهنتواصل معاه ازاي ده؟ ردت عليها وقالت لها احنا ما ينفعش نتصل عليه والا هنتجاب في ثواني، وده عشان الهداتين مراقبين كل التلفزيونات وكل القنوات وبص كل حاجه حرفيا. اما بالنسبه اللي هنتواصل معاه ازاي دي تحتنا، وبيكونوا طالبين روبوت صغير ميركو بتاخده بجسم البت اللي قتلتها، وبعدها ميكو بتقول لها ازاي هيقدروا يجيبوه. بتقول لها انا كنت قايله له ان اي بحث غريب هتلاقيه هيكون بتاعه ومحدش هيشوفه غير شخص واحد بس. فبتنشر الكلام ده على مدونة كالعادة وبتنزل كلمة غريبة، ومن هنا الدكتور بيخش جوه الروبوت وبيشتم ميكو عشان سابتهم ومشي. فبتقول لهم انت عارف ان انا عارفة ان كل ده كان هيحصل اصلا. بس ميركو بتفكر مع نفسها ان ميكو ازاي قدرت انها تتوقع كل حاجة من ساعة ما يهربوا لحد دلوقتي. المهم الدكتور بيقول لهم احنا عاوزين معمل ابحاث عشان مش عارف ابقى بالجسم الصغير ده. فميكو بتقول اكيد كوراش يهتم بالموضوع ده، فالدكتور بيسأل عن طريقه يقدر يتواصل بيها معاه. ردت عليه انت بتتواصل معاه في العادي ازاي؟ قال لها بخليه يرن عليا من عن طريق الناس الشحاتين والكلام ده. سألته طب وبتقول له ايه؟ رد عليها وقال لها بقول له عن عدد الشياطين الموجودين والهربانين وعن خيان بيسكلات واللي معاها. راحت ميكو اديته ورقه مكتوب فيها الميعاد اللي كوراش هيرن عليه فيه، واديت له شفره يقولها لكوراش عشان كوراش يقدر يفكها. وفعلا لما بيرن الدكتور بيقول الشفره، السكلات ما بيكونش فاهمينها، حتى كوراش نفسه ما بيكونش فاهمها، بس لما بياخدها معاه البيت بيلاقي ان في مكان وميعاد المفروض يكون هناك فيه. وفعلا لما بيروح هناك بيلاقي الدكتور، فبياخده وبيحكي له عن نفس الكلام اللي بيقوله له كل شويه. المهم ميكو بتقول لهم لما يتواصلوا عن طريق الالعاب انهم يلاقوا
كروفت ويسيبوهم من راكي لانها ضعيفه وملهاش لازمه. ولما بنروح لراكي بنشوف انها حامل، ولما كروفت بيجي يشوف ان بطنها بقت عاديه فبيسال عن الطفل، بتقول له خلاص خلفته. رد عليه مش مهم اصلا، ده حته وحش من غير عقل. وبنشوف ان حته الوحش ده بقى في الميه هو كمان. وعلى الناحيه التانيه بنشوف رين وهي واقفه بقالها 7 سنين على مكان الختم سرحانه، وحرفيا بتفضل واقفه من غير ما تعمل اي حاجه. وبتشوف حوت بيتاكل قدامها وبتقول يا حوت ما شفتش واحد بالي قرن. بس بتجيلها لحظه ادراك وبتستوعب انه بيتاكل، فبتنزل البحر عشان تشوف الشيطان مش بتلاقيه. وعند هايتو بيكون هو وجيل بيقتلوا كوري، وبتكون جيل قوتها قربت من قوه هايتو، وده لانها قربت من قوته في وقت قصير جدا، وهما الاتنين مع بعض بقى بيقدروا يهزموا كوري. نروح بقى لبرونتيا وهو بيكلم يسلي وبيقول له ان اعداد الشياطين بقت تزيد بشكل غير طبيعي، بس الفكره هنا انهم شياطين غير مهجنه مش الشياطين المهجنه. رد عليه وقال له انهم في الغالب بقوا بيرموا الشياطين غير المهجنه. وبنشوف عيل صغير ماشي في الشارع وبيكون فيه لافتات عن قائمه المطلوبين، وهم كوراشي وميكو وميركو والخدامه. وبنعرف ان الواد ده والواد التاني هي العيال اللي كانوا بيتهجنوا في جسم الخدامه. ولما ميكو بتخرج كله بيصورها عشان هي الهربه اللي مطلوبه بسعر 100 مليون، وبيكون كله بيصورها ويسلوا بسكلات بيشوفوها في الفيديوهات. وبيكون في واحد عاوز ياخد الجايزه فبيروح عشان يهجم على ميكو، بس هي بتطلع مسدس وبتخلص عليه. وهنا بتبدا كل القنوات والاعلام في تصويرها، بس برونتيا بيوصل ويسأل بيقول له ان ميكو جوه وان الجنود والشرطه واقفين بره وبيراقبوا المكان، كل اللي عليك انك تخش تدور عليها وتجيبها. وفعلا برونتيا بيخش وبيفضل يدور عليها يمين وشمال ومش بيلاقيها، فبيكلم ياسر وبيقول انها ملهاش اي اثر، حتى ان هو دور تحت الارض وملهاش حاجه. نرجع تاني رين وهي لسه بتدور على المخلوق الغريب اللي كان الحوت، بس بتلاحظ ان في صوت معركه فبتروح هناك. وبتكون بولا بتتدرب مع كورة عشان تبقى اقوى، بس رين بتكون رايحه على كورة عشان تقتله، وبتقول لبولا انها تبعد عشان رين بتكون مفكره شيطان قاتله وبتكون عاوزه تقتله. بس بولا بتقف وبتتضرب مكانه وبتقول لرين كوري مش شرير هو في صفنا. وهايتو وجيل بيوصلوا، هايتو بيقول لرين يا عجوزه اخيرا اتحسنتي ولا لسه؟ ايه ده بولا واقعه ومتقطعه؟ عادي عادي شويه وهتبقى كويسه. ورين بتفكر مع نفسها ان ليه الشيطان ده عمل ان هو حليف. طب وايه الوحش اللي انا شفته ده واللي كان شبه الواد الشيطان ده بالظبط؟ ومين هو اللي كان عنده ذاكره جدي واصحابي ده؟ وبتكون عاوزه حد يشرح لها كل حاجه. فايتو بيقول لها فاكره لما كنا بنهاجم على الشياطين وخلصنا عليهم؟ كان في شوية شياطين هربوا، فعشان كده يسلي وبرونتيا بيدوروا عليهم. فبتسأله طب وسيد الشياطين بتاعهم ده اللي عارف كل ذكريات جدي؟ بس هايتو ما بيكونش عارف ولا فاهم هي بتتكلم عن ايه، بس يسلي بيكون مراقبهم فبيطلب من بسكلات انها تقطع اي كاميرات او سجلات على الجزيرة. وبيبدأ يفكر مع نفسه ان لو اي حد عرف ماضي رين فهيعرف ان سيد الشياطين هو ايديتن، وحاجة زي كده مش هيفهمها بشكل سريع. بس ميكو دي حاجة تانية خالص. وبعدها بسكلت بتروح عشان ترتاح زي ما يسأل قال لها، ولما بتروح تاخد دش بيجيلها دخان زي اللي يسأل استخدمه وقت ما كان بيقاتلها. وبيظهر لها جندي وبيقول لها فعلا الغاز والمواد الكيميائيه طلعت بتضر بالشياطين. فبسكلت بتستغرب من ان هو جندي عادي وبيعمل فيها كده، بس هو بيقول لها انه مش جندي اصلا. وبنعرف ان هو سيد الشياطين ولانه بيعمل جسمه من الالات فاستغل الموضوع ده. نرجع تاني ليسلي وهو بيكون لسه قاعد بيكمل شغله وبيلاحظ ان بسكلات اتاخرت، فبيقول شكلها لسه نايمه. بس بسكلات بتجيله وبتساله فين برونتيا دلوقتي؟ رد عليها وقال لها هو عند الساحل. فبسكلات بتتقلب عليه وبتقطع جسمه بشعرها وبتقول له انت مش هتموت دلوقتي، لا لسه عليك بدري. وبيكون عاوز يشغل الجهاز اللي معاه، بس الدكتور بيجي وبيقول له ان الاجهزه الكهربائيه كلها مقطوعه، يبقى انت مش هتعرف تستخدم ولا واحد دلوقتي. فيسل بيلاحظ ان ده سيد الشياطين، وبيعرف ان هو نفسه كان ميكو اللي كانت ماشيه في الشارع، وان هو اللي قتل الراجل، يعني كان عامل جسد شبه ميكو بالظبط، واستخدم نفس الكلام في المحل لما برونتيا فضل يدور عليه. لما بص في غرفه تغيير الملابس ولقى بنت اتخضت وكان نفسه هو سيد الشياطين. المهم كوري وبولا بيكونوا راجعين على مركز القيادة عشان جال لهم استدعاء، وبسكلات بتستقبلهم فتاخد بولا وبتقول لها انها تروح تساعد يسل، وبتقول لكوري انه يرتاح وانه مش هيروح اي مهمات تاني الفتره. فبيقعد ياكل لحد ما بيغمى عليه. نرجع تاني لايتو وجيل ورين، ورين بتفضل تنادي على بولا بس ما بيكونش فيه رد. فجيل بتقول لها انها راحت مركز القيادة هي وكوري عشان جالهم استدعاء. بتقوم رن على يسلي بس يسلي مش بيرد، فبترن على برونتيا واللي بيكون قاعد بيقاتل في الشياطين.
وبتسأله على مكان بولا، بيقول لها ما اعرفش، المفروض ترن على يسري، فبتقول له انها مش عارفه تتصل، ما حدش بيرد هناك. فبرونتي بيستغرب لانهم المفروض ما يفقدوش التواصل مع مركز القياده ابدا، فبيروح لهناك في ثواني وما بيكونش في حد هناك، وبيستغرب من ان في حد قادر يهزم يسري وبسكلات مع بعض. وبيبص في الشاشه بس المقر بينفجر، وبنشوف سيد الشياطين وكوري هما فوق الشجره بعيد. وكوري بيقول لسيد الشياطين لو كانت عمليه ازاله غسيل الدماغ دي هتاخد نص ساعه زياده كنت هتعمل ايه؟ سيد الشياطين قال له ببساطه كنت هسيبك واهرب. بس برونتيا ما بيكونش حصل له حاجه، نيبوت بيرن عليه وبيقول له ايه الكلام، يعني ما كنتش عارف اتواصل مع يسلي ولا بسكلات ولسه سامع ان مركز القياده انفجر. بس برونتيا بيقول له خليك عندك وانا جاي لك حالا. وبنشوف يسلي وبولا وهم متقطعين من اطرافهم عند الشياطين، وسيد الشياطين وكوري بيوصلوا بيشوفوا ان الشياطين حرفيا مش رايحين يسلي وبولا بالمعنى الحرفي وشايلين اعضائهم، بس مش بيموتوا برضه وبيفضلوا على الحال ده كل ما يتجددوا. وفي الوقت ده قرر بعد ما عرفت من برونتيا ان يسلي وبولا اتخطفوا انها تدور عليهم، بس ما بيكونوش عارفين مكانهم فين بالظبط، فريم بتقرر انها تدور عليهم في كل حته لحد ما تلاقيهم. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الموسم بتاعنا والقسم التاني من الحكاية. ما اعرفش هم هينزلوا جزء تاني ولا لا. وايوه واقف عند حتة رخمة جدا، بس لسه في جزء تاني ان شاء الله، وده هينزل امتى الله اعلم، بس هو ينزل على طول هكون اول خاصه. وهو في الوقت اللي انت مستني فيه ده في انميات كتير مغرقة القناة تقدر تروح تشوفها. وبس كده يا غالي، عشان تشوف بقى اي جديد ما تنساش اللايك بتاعك والاشتراك، واهم من اللايك انك تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول وتكون اول واحد يتفرج على الملخصات. وبس كده، سلام.